احلى ناس عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا. والنهارده الفيديو هيكون عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد. ايه وقبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك والشير وسبسكرايب. ويلا نبدأ. يا جماعة التزموا واقعدوا في البيت، ولو مثلا عايزين تشتروا حاجة من السوبر ماركت لازم تاخدوا كمامتين، واحدة تكون في شنطتكم، وواحدة تكون انتوا لابسينها. وطبعا ما تنسوش يبقى معاكم الهاند كلين اللي هو معقم اليدين. واول ما تمسكوا اي حاجة تعقموا ايديكم على طول. وطبعا الجوانتيات يبقى معاكم، وخلوا معاكم كمان كحول ولما تمسكوا حاجة طهروا ايديكم. وبس كده طبعا. ولما تخلصوا لبس الكمامة قطعوها وارموها. نيجي بقى للبس الكمامة الصحيح. يا جماعة معظمنا بنلبس الكمامة بالطريقة دي. ايه الطريقة الصحيحة؟ اعملي الكمامة كده، امسكي الماسك من هنا كده، اعمليه بالطريقة دي كده، ونفس الحاجة في الحتة التانية كده، وبعدين البسيها. هتلاقي ان مفيش اي هوا طلع ومش هيدخل يعني وكده. فدي الطريقة الصحيحة، اعملوها. وطبعا اغسلوا ايديكم بالمية والصابون لمدة 20 ثانية، اغسلوها كويس جدا. بعد ما تستخدموا الكمامة، قطعوها وحطوها في كيس ورميوها في الباسكت. حاجات بتقوي المناعة زي الليمون والعسل مثلا. ما تسلموش على اي حد، او لما تسلموا على اي حد استخدموا الهاند كلين او الكحول. وطبعا اقعدوا في البيت، وانتوا قاعدين في البيت حافظوا على نظافة بيتكم. يعني مثلا اعملوا بالكلور كده، يعني حاجات للبقايا. وطهروا ايديكم كل شوية، واغسلوا ايديكم طبعا لمدة 20 ثانية زي ما قلت لكم. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ويا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.